بس كده انا هعمل فيديو عن التفكير الزايد اوفر ثينكينج. تتوقع هيجيب مشاهدات ولا لا؟ في حد مهتم اصلا؟ ازاي ممكن تعمل فيديو عن التفكير الزايد وانت بتفكر في كل ثانيه هتكون عامله ازاي في الفيديو؟ ايه اللي ممكن تقدمه لحد بينما انت مفيش حاجه تقدمها لنفسك؟ ده هو الاوفر ثينكينج. مش ده بالظبط الحاجه اللي كنت عايز ادي عليها مثال، بس المشكله انه حتى وانا بفكر في الاوفر ثينكينج باوفر ثينك في الاوفر ثينكينج لحد ما استوعب اني باوفر ثينك في الاوفر ثينكينج، والاستيعاب ده بيولد مرحله جديده من الاوفر ثينكينج. انا بتجنن. انا بقيت بوصل مرحله من المراحل مش عارف افرق هل دي الاتروفوبيا ولا ده بس اوفر ثينكينج. وفعلا الموضوع بيأثر بشكل سيء جدا. انا في لحظه من لحظات الجنان دي ممكن اعمل حاجه بحجم اني امسح قناتي مثلا عشان بس اقتنعت بفكره من الافكار الكتيره اللي بتراودني في نفس اللحظه. على مدار الشهرين وشويه اللي فاتوا انا اتكلمت عن كذا حاجه وعملت كذا فيديو في القناه، سواء بناقش مشكله، بوعي الناس عن حاجه مفهومه غلط وانا كان ليا تجربه سابقه معاها، بشارك تجارب لطيفه استمتعت بيها. ولكن الفيديو ده مختلف، انا هشارككم تجربه من اطول التجارب اللي لازماني لحد اللحظه اللي بتكلم فيها دي. فهات كوبايه القهوه بتاعتك او حاجه تاكلها وركز معايا. في مرة من المرات وأنا في ابتدائي كنت بلعب لعبة GTA سان أندرياس، وكنت مستمتع جدا بينما بعمل حرفيا كل حاجة ممكن تتعمل ما عدا إني ألعب اللعبة بشكل صحيح. ومن اللحظة اللي أدركت فيها إني بلعب اللعبة بطريقة غير الطريقة اللي اتعملت عشان تلعبها بيها، أنا أكبر عدو لنفسي من اللحظة دي ولحد الآن. طيب في منكم ممكن يسألني، هو بجد الموضوع عن GTA سان أندرياس؟ الموضوع مش عن GTA سان أندرياس ولا عن الموضوع عن المفهوم نفسه، ايه الصح وايه الغلط. هو انا بعمل الشيء ده بشكل صحيح او بشكل خاطئ؟ طبعا اي حاجه في حياتك مرجعها الاول والاساسي هو دينك، ولكن بالنسبه للتفاصيل الصغيره التافهه اللي محدش بيقولك عليها وانت المفروض تفهمها لوحدك، دي هي المشكله الكبيره بالنسبه لي. الموضوع اللي بدا معايا من CJ و GTA سان أندرياس وصل معايا للثانويه العامه وشغلي الجانبي. هو سؤال صعب شويه، هل دي الطريقه الصح اللي المفروض اعمل بيها الشيء ده؟ وللاسف مفيش إجابة. لو كان الموضوع كله متمحور حوالين حاجة صغيرة أو بسيطة جدا زي لعبة، فعندك مثلا كوميونيتي اللعبة ممكن تسأله، أو حتى ممكن اللعبة يكون ليها موقع ويكي كامل بيشرح كل تفصيلة. ولكن حاجة في حياتك أنت مش عارف بتعملها صح ولا غلط، ممكن ما تلاقيش حتى صيغة بحث ليها على جوجل، ممكن ما تلاقيش صيغة للسؤال أصلا، أنت مش عارف حتى إيه السؤال اللي ممكن تسأله، حتى لو عارف حد ممكن يجاوبك عليه. مش عايز أسحلك بزيادة أو نتفرع عن الموضوع، ولكن أيوة، جزء كبير من التفكير المفرط اللي بعاني منه هو اذا كان الشيء اللي انا بعمله ايا كان هو ايه صح ولا لا. اخبار حلوه واخبار وحشه. الاخبار الحلوه ان انا لقيت حل نسبي للمشكله دي من ناحيه الحاجات الاساسيه اللي بعملها في حياتي. خلينا مثلا ندي مثال باليوتيوب. الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي حالا ده، ازاي قدرت احدد هل انا عملته بشكل صحيح او لا؟ بعد ما بخلص شغل تماما على الفيديو ببص على اخر نسخه، واللي هي النسخه الاخيره اللي المفروض هتشوفوها، وببدا اقيم بنسبه مئويه تقريبيه انا عرفت احقق قد ايه من النسخه اللي كانت في دماغي لما بدات اشتغل. اي فيديو انتوا شايفينه علني حاليا على القناه عدى نسبه 60%، لانه لو اقل من كده بحس انه تفرع عن الفكره الاساسيه اللي كنت عايز اعملها. بكل بساطه بقارن الشيء اللي انا صنعته من ناحيه اذا كان شبه الشيء اللي كنت عايز اصنعه ولا لا. زي ما قلت لكم، اخبار حلوه واخبار وحشه. الاخبار الوحشه انه الحل ده ما اقدرش اطبقه على حاجات كتيره، لانه الحياه مش بس مقتصره على حاجات انا بصنعها. فبكل اختصار خلينا نسمي المشكله اللي عندي او عند اي حد تاني من اللي بيتفرج مشكله المرجع. مشكله المرجع انا حلتها بالنسبه لمسيرتي في اليوتيوب عن طريق اني خليت نفسي المرجع، الشيء اللي برجع له قبل ما احكم على اي حاجه انا بعملها واقول ده صح وده غلط هو انا. ولكن لو بعدنا عن كل ده وجينا مثلا لموقف اول مره يحصل معايا، فانا مش هكون عارف ايه المرجع بالظبط اللي المفروض ارجع له في موقف زي ده. عزيزي المشاهد، لو انت بتعاني من حاجه شبه كل اللي انا قلته ده، فزي ما شاركت معاك التجربه المؤلمه التي كادت تفقدني صوابي في الفتره اللي فاتت دي، عايز اشارك معاك حل لطيف انا بدات اشوفه عملي. فاكر لما قلت لك عن تجربتي مع لعبه GTA سان أندرياس؟ من يومها وانا بدور على مرجع لكل شيء في الحياه عشان اتاكد اذا كنت ماشي صح ولا غلط. الحل بقى وبكل بساطه تبا للمرجع وتبا لمشكلته. انت بالعقليه دي بتحاول تلاقي باترن، بتحاول تلاقي نمط لكل حاجه في الدنيا، ودي مع كامل احترامي حاجه عمرك ما هتقدر تعملها. نهايتها الوحيده تقريبا انك تقطع ودنك وترسم لوحه تتعرض بملايين بعد ما تموت. حتى لو كان في مرجع ثابت لكل حاجه صغيره وكبيره في الدنيا، هتلاقيه كل ثانيتين بينزل له ابديت او تحديث. فاللي توصلت له بعد التفكير ان كل واحد عنده تجربته الخاصه، بناء على كل حاجه هو بيمر بيها من ساعه ما اتولد ولغايه الحاضر هو بيعمل لنفسه مرجع بيها. وزي ما قلنا كل ما الشخص بيكبر
المرجع ده بيتعمل له ابديت او تحديث. انت مش مشكلتك انك مش لاقي مرجع، انت مشكلتك انك بتدور على مرجع لكل حاجه. بكلمات ابسط، انت بتفكر بزياده. كونك في موقف او في مشكله مش عارف ترجع فيها لنفسك هو حاجه من الاتنين، يا اما سنك صغير وخبرتك قليله وبالتالي انت اول مره تتحط في موقف زي ده ومفروض انه يعلمك وهيبقى لك مرجع ويعرفك تعمل ايه في المستقبل، يا اما بكل بساطه انت مقصر في تكوين مرجعك. عشان كده لما بتيجي ترجع لنفسك وتحاول تفهم المفروض تتصرف ازاي بتكون مش عارف تعمل ايه، لانك وبكل بساطه عازل نفسك عن كل موقف وكل خبره ممكن تكتسبها من الحياه، وده فعلا يتحسب تقصير. وانا بعترف انه عندي النوع ده من التقصير ولكن بحاول اشتغل عليه. بعيدا عن كل ده حابب افكرك ان كل اللي اتقال في الفيديو ده هو مجرد اوفر سينك. كل اللي قلته هو تجربه صامته جوه دماغي بقالها فتره تتعدى الشهور او ممكن حتى السنين، ولكن الاهداف اللي كانت في دماغي لما بدات اشتغل على الفيديو ده اولهم ان افكر نفسي انه مفيش حاجه ليها مرجع ثابت غير الدين، وباقي التفاصيل الكتيره في الدنيا انا مرجعها. الخبره والمواقف اللي مريت بيها وهمر بيها هي اللي بتكون وبتحدث المرجع كل شويه. يمكن تحس ان التفكير المفرط حاجه ربنا ابتلاك بيها، ولكن انا شخصيا بقولك انه حتى لو تعبك في اكتر من جانب في حياتك هتلاقيه في جوانب تانية مخليك مميز. واتمنى تكون فاهم كويس اللي انا بحاول اقوله، انه التفكير المفرط سلاح ذو حدين، ممكن يضرك وممكن ينفعك. وبالنسبه للتفكير المفرط في مشكله المرجع اللي شاركتها معاكم فهي مجرد تجربه شخصيه، وحابب اعرف اذا كان حد منكم مر بيها في الكومنتات. وبالنسبه لحلها فانا بس ما كنتش شايفه على الرغم من انه كان موجود من الاول. نفس الحل اللي بستخدمه عشان اقيم فيديوهاتي، انا المرجع. يمكن اكون مرجع ضعيف في بعض الحاجات ولكن ده ما يخلينيش ادور على مراجع تانية، بل يخليني اقوي مرجعي. او شايف كل اللي اتقال ده حاجة كده زي صباح الخير عند واحد بيفكر بزيادة، حاجة من المشاكل الفرعية جدا اللي بيسببها التفكير الزايد. فلو تعرف حد بيفكر بزيادة اتمنى ما تكونش انت والدنيا عليه. ولو انت شخصيا بتفكر بزيادة عايزك تعرف انه زي ما بالظبط انا ما كنتش شايف الحل لمشكلة المرجع وهو قدامي، انت كل مشاكلك ليها حلول بتعدي عليك بطريقة مباشرة او غير مباشرة. الموضوع ما فيه انك بس مش شايف الحلول دي دلوقتي. في النهاية احب اشكر اي حد منتسب في القناة واللي هم حاليا انس ويوسف، واحب اشكركم جدا على 9000 مشترك، وان شاء الله نعملها وهنوصل ل 10000 قبل نهاية السنة. وانا بجد مش معتبركم متابعين على قد ما انا معتبركم عيلة. وبالمناسبة سألتكم على كوميونتي القناة اذا كنتوا عايزين اعمل فيديو اسئلة بمناسبة ال 10000 ولا لا، واغلبكم موافق، فان شاء الله نوصل 10000 في اقرب وقت وهعمل لكم فيديو اسئلة. لو عندك اي سؤال للورم او خالد او ايا كان الاسم اللي بترتاح له اسألني في تعليقات البوست اللي عندي في الكوميونتي. ما تنسوش تدخلوا سيرفر الديسكورد لو عايزين تحديثات بكل جديد. وكان معاكم لورم او خالد، ويلا سلام.